السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل كيكة سهلة وسريعة وكمان اقتصادية جدا. هنعملها بدون بيض، بدون حليب، كمان بدون عصير، ومن غير مضرب ولا خلاط. حاجة كده بجد تحفة جدا. شايفين الجمال؟ بصوا قد ايه الكيكة خفيفة وسفنجية، والمسام بتاعتها مفتوحة. الكيكة دي انا ممكن اعملها كل يوم. تحفة بجد، وكمان مش بتاخد وقت في تحضيرها أبدا. بتحضريها في أقل من دقيقة. جميلة جدا، هتجربوها ومش هتبطلوا تعملوها أبدا. كل المقادير بتاعتها بسيطة وسهلة جدا، وزي ما قلتلك مش هتاخد منك وقت، والنتيجة بتاعتها مضمونة. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك تعملي لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. سيبي لي تعليق حلو زيك، قولي لي ايه رأيك في الوصفة بتاعت النهاردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي طبق هنزل بكوباية من السكر. سكر حبيبات عادي خالص، مش هيفرق معانا في الوصفة. هنزل عليه كمان بكوباية ونص من المية عادية من الحنفية. بالمضرب اليدوي، وهبدأ أدوب السكر كويس جدا. أهم حاجة إن السكر ما يتبقاش فيه أي تخريزة. اتأكدي إن كل حبيبات السكر دابت مع المية. كده تمام. هنزل بقى هنا بباكو من الفروتي، أو التانج، أو بودرة البرتقال السريعة. الباكو ده في حدود معلقة ونص كبيرة. هبدأ برضو أدوبه كويس. اللون بيبقى تحفة، وبجد الطعم بيبقى أكتر من رائع. بعد ما دوبت باكل فروتي مع المية والسكر، هنبدأ ننزل بنص كوباية من الزيت. وهبدأ برضو أقلب كويس. تمام كده. هنا بقى ممكن تضيفي فانيليا وممكن لأ. أنا ضفت يعني كام نقطة كده من الفانيليا. ممكن تستغني كمان عن الفانيليا، لان هنا الكيكة ما فيهاش بيض، فمش بيبقى فيها اي زفارة. تمام. هنا بقى هنبدأ ننخل كوبايتين ونص من الدقيق. هبدأ انخل كده اول كوباية، وهنضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا بستخدم كيك شيف. بيكنج باودر كيك شيف حلوة قوي. فيه محسن كمان، وكمان مش بيخلي لون الكيكة غامق. معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنضيف على طرف المعلقة ملح. هبدأ أنخل كمان كوباية من الدقيق اللي أنا مستخدماه دقيق متعدد الاستخدامات. ممكن تستخدمي دقيق مخصص للكيك، هيديكي نتيجة أحلى بكتير. هنا نخلت كوبايتين من الدقيق مع معلقة من البيكنج باودر، وهبدأ أقلب. هنبدأ ننخل كمان نص كوباية. عايزة أقولك إن أنا مستخدمة الكوب المعياري، هو نفس المعيار بتاع مج الشاي العادي. عندكيش مج الشاي العادي، هتستخدمي أي كوباية موجودة عندك، بس كوباية واحدة اللي تعايري بيها كل المقادير. نزلت كده بالنص كوباية الدقيق اللي باقية، وهنبدأ برضو نقلب في اتجاه واحد. ده بيكون القوام بتاع الكيكة. أما بتيجي تعملي خطوط كده على الوش، بتبدأ يعني تختفي بعد ثواني، يعني ولا بتثبت خالص. لو سبتت خالص اعرفي كده ان خليط الكيك تقيل، فممكن تزودي معلقة او معلقتين من المية. ولو خفيفة قوي ممكن تزودي معلقة من الدقيق. هنا بقى هنبدأ ننزل بأقل من يعني ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو اللي بنضيفه للطعمية. هنضيف عليها كمان معلقة كبيرة من الخل. كربوناتو مع الخل بيتفاعلوا مع بعض، وبيعملوا الفوران اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده بيساعد على ارتفاع الكيكة، لان الكيكة ما فيهاش بيض. طب ما عنديش كربوناتو، يبقى هنزود البيكنج باودر. هنضيف باكو كامل من البيكنج باودر، وضروري نضيف معلقة الخل. تمام كده. عندي بقى كنت مجهزة صينية. الصينية دي مقاسها 28. طبعا كل ما قللت في حجم الصينية، في مقاس الصينية، كل ما الكيكة طلعت معاكي مرتفعة. ممكن تنزلي الكمية دي في صينية مقاس 26 أو مقاس 24، هتطلع معاكي عالية جدا. هنا الصينية بتاعتي كانت مقاس 28. غلفتها كده، دهنتها بالزيت وغلفتها بالدقيق، وبدأت أنزل بيها بكل كمية عجينة الكيك اللي انت شايفاها. ريحتها بجد تحفة. هنا بقى كنت مولعة الفرن ومسخناه وظبط درجة حرارته على 180. النار بتكون من تحت بس على الرف الوسطاني. أخدت معايا بالظبط 35 دقيقة. طبعا وشها مش بيحمر بسهولة زي الكيكة اللي موجود فيها بيض. فبعد الوقت وبعد ما تختبريها كده، ودايما لما تختبري الكيكة اختبريها من النص.
لو عصاية الشيش طاووق أو السكينة طلع فيها سائل كده، فهتسيبيها كمان 5 دقايق. طلعت نظيفة زي ما شفتي، عرفة ان الكيكة كده استويت وتمام. بعد ما عدى عليها 35 دقيقة، ولحت لها الشواية بالظبط دقيقتين. وفي مرحلة توليع الشواية دايما لف الصينية تحت الشواية علشان اللون ما يتجمعش في مكان واحد. بعد ما خرجتها من الفرن سبتها بس تبرد كده شوية. المفروض طبعا ان احنا بنسيبها تبرد خالص قبل ما نقطعها، بس انا علشان كنت عايزة اختم الفيديو فبدأت اقطعها، كانت لسه ما بردتش كفاية. بنبدأ بقى نقطعها بالشكل القمر ده. بصوا الجمال، ريحتها قلب الدنيا بجد. شوفوا كمان التسوية من تحت تحفة. كيكة اسفنجية جدا، بسام بتاعتها مفتوحة طرية، طعمها حلو قوي. الكيكة دي بالنسبة لي أحلى من الكيكة اللي ببيض. تحفة بجد، وكمان تقدري تعمليها كل يوم مش هتزهقي منها أبدا، لأنها فعلا اقتصادية وموفرة، وكمان مش بتاخد وقت أبدا في تحضيرها. جربوها بقى بالطريقة دي وبالمقادير دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بحب أقرأ تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. كل المقادير بسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف، بقوا شوفوها. عايزاكم كمان تاخدوا جولة في القناة، ممكن تلاقوا فيديوهات تعجبكم. بسيب لكم ملف كامل لكل أنواع التورت والجاتوهات وكمان الكيكات اللي موجودة على القناة. شوفوها، أنا متأكدة إنها هتعجبكم، والطرق بتاعتها كلها بسيطة وسهلة وكمان اقتصادية. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو، ويا ريت كمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. وشكرا لكل الناس اللي بتتفاعل مع الفيديو وبتعمل له شير، بجد شكرا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.